تعالوا النهارده نعمل ترسة العجوة أو ترسة الأفران بالعجوة. أنا عن نفسي بسميها الترسة الفلاحي بتاعتنا اللي بالعجوة، اللي أنا طول عمرنا بناكلها في بيوتنا. هنعملها إن شاء الله بطريقة مميزة وأصلية، هي دي الطريقة الأصلية بتاعتها. هنبس السمنة مع الدقيق، وهي دي الطريقة بتاعت الترسة الأصلية. يلا بينا نبتدي الوصفة السهلة بتاعتنا، إن شاء الله هتظبط منكم من أول مرة بإذن الله. يلا بينا. هنحتاج في وصفتنا مبدئيا 4 كوبايات دقيق. طبعا الدقيق يكون منخول، تنخليه كويس، ويا ريت ينخل مرة واتنين، ويا ريت طبعا يكون دي اكتر كمان، يكون دي متعودة عليه يعني كل واحدة يا جماعة بيبقى لها الدي بتاعها اللي اتعودت عليه. بعد ما بنخله وبحطه بضيف عليه 3 معالق من السكر، وبعدين 3 معالق من اللبن البودرة. انا بحب اللبن البودرة جدا لانه بيعزز النكهة وبيخلي طعم المخبوزات حلو جدا جدا. وبعدين بضيف معلقة خميرة أكون أنا محضراها. طبعا الخميرة بتاعتي دي أنا واثقة فيها، عشان كده ما جربتهاش. لكن لو انتي مش واثقة فيها ممكن يعني تختبريها بره بشوية مية مع شوية سكر. وبعدين بحط معلقة صغيرة ملح ومعلقة خل. بعدين هنستخدم نص كوباية سمنة. طبعا انا مستخدمه بلدي، ويفضل تكون بلدي، بس انتي عادي ممكن تستخدمي خليط بين السمنه البلدي وبين يعني اللي مش بلدي. المهم يعني نص كيلو دقيق بياخد نص كوبايه سمنه. وبعدين ابتدي بقى ابس الدقيق بالسمنه، ابسه يا جماعه، يعني كل الدقيق يدخل كده في يعني السمنه والدقيق كده يدخلوا في بعض كده. ابتدي بايدي كده اتاكد ان يعني ادخل كل السمنه في الدقيق، زي كده ما بنعمل الكحك. ابتدي بقى اول ما اتاكد ان خلاص السمنه والدقيق دخلوا في بعض، ابتدي بقى اضيف الميه. انا مش هحتاج النهارده اكتر من كوبايه ميه دافيه، يعني ممكن تحتاجي كوبايه وربع، بس مش اكتر من كده، لان هي العجينه بتاعتها مش عجينه منفوخه قوي زي عجينه البيتزا او زي عجينه العيش. لا، انا يا دوبك هحتاج كوبايه ميه دافيه، وابتدي اضيفها بالتدريج. ابتدي اضيف واعجن واضيف واعجن لحد ما اتاكد ان هي اتعجنت كويس، وبين كل مرحله ومرحله اعجن كويس لحد ما اتاكد ان انا ضفت كوبايه الميه كلها. انا محتاجتش اكتر من كوبايه ميه. وبعد ما اعجنها كويس قوي احط عليها شويه زيت صغيرين واغطيها، واسيبها ترتاح او اسيبها تخمر، بس مش هتخمر كتير، يا دوبك اسيبها نص ساعه بس في مكان دافي. انا مش محتاجه اكتر من نص ساعه، مش محتاجه تخمر وتملى الطبق. انا يا دوبك محتاجاها بس تتخمر شويه، يعني ترتاح، زي ما بيقولوا بس ترتاح. اسيبها ترتاح نص ساعه واغطيها. وفي الوقت ده اكون بدات احضر العجوه بتاعتي. انا النهارده مستخدمه عجوه عاديه جدا، مش مفصصه يعني، لان انا بحب بصراحه اللي مش مفصصه، لان ساعات المفصصه بتبقى المطحونه بتبقى حلاها مش حلو. لكن انا دي ببقى واثقه فيها اكتر. بجيبها بفصصها كويس واحط عليها معلقه سمنه او معلقتين سمنه وشويه سمسم، وادخلها الميكرويف. انا نسيت احط سمسم النهارده، بس انت يعني عايز تحطي سمسم هيبقى احلى بكتير. وبحط عليها سنه قرفه وادخلها الميكرويف وادعكها كده بس بالمعلقه، ابتدي اهرسها بالمعلقه. هي كده العجوه بتاعتي هتبقى جاهزه، ولا تتحط على النار ولا اي حاجه يا جماعه. العجوه ما بتتحطش على النار، لما بتتحط على النار العجوه بتنشف. انا يا دوبك اهو دخلتها على الميكرويف دقيقه، تطلع بره، تكون هي والسمنه بتاعتها سايحين يا دوبك بالمعلقه، بتبقى جميله جدا. وابتدي بعد ما اتاكد خلاص انها اتعجنت كويس، ابتدي اكورها كده كور صغيره على قد اللي انا هستخدمه. حتى لو زادت بشيلها زي ما هي كده كور واستخدمها بعدين. اهي العجينه بتاعتي بقى تكون هي العجينه بعد نص ساعه هي ارتاحت وكبرت اهي. بصوا بقى ما شاء الله العجينه حلوه ازاي. ابتدي بقى افردها وابتدي اقطعها كور صغيره. عملتها حوالي 28 ل 29 كوره صغيره. نص كيلو عمل لي حوالي 28 كوره صغيره. وابتدي اكورها كده زي ما انتم شايفين، ادخلها كده في بعض واقطعها واركنها على الرخامه بتاعتي، يا دوبك بس ترتاح عقبال ما اقطع بقيه الكور بتاعتي. مش هسيبها تخمر كتير. اهو اجيب صينيه مدهناها زيت، وابتدي ارص العجينه بتاعتي. الكور الصغيره اللي انا بعملها يا دوبك على قد البيضه الصغيره او قد الليمونه الكبيره، لان هي هتنفخ بعد كده، هتتخمر يعني. اهو ما شاء الله بصوا بقى، اهو بقى ده اللي انا اهو يعني. ولسه هكمل بقيه العجينه، اغطيها بس عقبال ما اقطع بقيه العجينه، مش هحتاج اكتر من كده. وبعدين اول مجرد ما ان انا خلصت الكور بتاعتي، ابتدي اشتغل فيها على طول. اكون محضره كور العجوه بتاعتي، ابتدي اجيب العجينه كوره كوره، اهو اجيب العجوه بتاعتي افردها كده على الرخامه واحطها. بس اخلي بالي ان يكون العجينه تقيله شويه، يعني تخينه شويه سميكه عشان ما تتخرمش مني. اهو واقفل كده على العجوه بتاعتي،
واكون عندي قمعة او حاجة ان انا هقطعها كده في النص يعني عشان تديني شكل الوردة اهو زي ما انتوا شايفين. طريقة تشكيلها سهلة جدا. طبعا بجيب صاج بدهنه زبدة او زيت، بس انا بحب ادهن زبدة او سمنة علشان الزيت بيحمر ظهر العجينة، يعني الزيت بيحمر اسرع، فانا بحب ادهن زبدة اهو. ابتدي بقى اقصها كده بعد ما حطيت الورق شكل القمع في النص، اقطعها 4 تربع يعني في الجهتين المقابلتين، وبعدين بين كل ربع وربع اقطع لحد كده الشكل حلو. يعني انت لو اكتفيتي بالشكل ده كده شكلها جميل جدا زي الوردة، بس انا بخدت بس الطرف تنيته كده لبره عشان يديني شكل وردة اللوتس اكتر، لكن انت لو اكتفيتي بالشكل المقص ده هيبقى شكلها جميل جدا اهو. اعمل لكم واحدة تاني، وطبعا برص في الصينية. هيبقى اجيب العجوة ابططها كده، بصوا، وبعدين احطها في العجينة، اقفل عليها كويس. خلي بالك بس وانتي بتقفلي ان هي ما تكونش باينة، واهم حاجة تكون العجوة يعني لامسة الاطراف بتاعة العجينة عشان وانتي بتاكليها تحسي ان العجوة في كل حتة في الترسة يعني او في العجينة. وهو اخرمها كده، احط كده في النص القمع باي قمع، حاجة اي حاجة عندك تقدري تقطعي بيها قطعي بيها، وهو بقطع في الجهتين مقابلتين في الوشين اللي في وش بعض، وبعدين ابتدي اقطع بقى بين كل نص ونص ابقى اقطع. تتقطع على 8 وردات يعني. بصوا، وبعدين حطها على الرخامة كده او ممكن في الصينية، وتسحبي البوز بتاعها لبره. مش عايزة تسحبي البوز لبره بتاعها وحسيتي الحركة دي مش عارفة تعمليها، خلاص اكتفي بشكل الوردة اللي هي شكل الشمس اللي احنا عملناه ده، هيبقى جميل جدا جدا. كده الصينية بتاعتي كملت اهي. ما بسيبهاش برضو تخمر، يا دوبك عقبال ما عملت الصينية والصينية التانية، يا دوبك هغطيها عقبال ما اعمل الصينية التانية بس. بعد ما غطيتها وعملت الصينية التانية اهو، يا دوبك يعني استنيتها تخمر كده بس نص ساعة عقبال ما عملت الصينية التانية اهي. اول صينية ده الصاج اللي انا عملته، بصوا يا دوبك ارتاح كده بس شوية. بدهن بس الوش بتاعه باللبن، اجيب اجيب طبق فيه لبن وفرشة وارش سمسم من فوق وادخله على الفرن. بيدخل على درجة حرارة طبعا عالية، بيقعد في الفرن حوالي من 20 ل 25 دقيقة. طبعا اول صاج بيقعد حوالي 25 دقيقة، تاني صاج ما بيقعد اقل من كده، بيقعد 18 دقيقة اهي بقى. بعد ما خلصت اهي جميلة جدا جدا جدا، هشة كده وفي نفس الوقت مبسوسة كده، مبسوسة يعني هتعجبكم قوي ان شاء الله. اتمنى ان انتوا تجربوها واتمنى انها تعجبكم، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.